أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع فضيلة الدكتور مازن أبو بكر من قلب مدينة إربد، من محل ياسين الفوال، أشهر مطعم شعبي في مدينة إربد. منذ نعومة أظافري وأنا أتردد على مطعم ياسين الفوال. اليوم التقيت مع الصديق العزيز أديب خصاوني وزميلي وصديقي المهندس أحمد حسين، وها نحن يسعد صباحكم من الله. صباح إربد الجميل كله، تاريخ عريق. يعني الوالد الله يرحمه ياسين الفوال كل جمعة كنت أجي أنا، وهذه عادة لكل أهالي إربد. يعني الله يسعد إربد وأهلها. مطعم ياسين الفوال تاريخ لكل أهل إربد، وكما قلت منذ نعومة أظافري وأنا أتردد على هذا المطعم الشعبي. وكلمة حق تقال، ورأيت بأم عيني أحد الفقراء وصل إلى المطعم ويعرفه صاحب المطعم وتناول وجبة إفطار مجانا الحمد لله. واكتشفت أن هذا المطعم لا يكتفي بأنه مطعم شعبي، ولكن فعلا أي فقير يستطيع أن يأتي، كما عيادتي مجانية لكل الفقراء. هذا المطعم أيضا مطعم شعبي. يعني الشعب يعاني من أزمة اقتصادية، ولكن لن يجوع أحد في إربد إن شاء الله طالما ياسين الفوال موجود. إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله للكل مفتوح. بدنا ترجمة بالإنجليزي. فهذا اللقاء الآن مع أصدقائي، صديقي أحمد حسين، هاي صورته ما شاء الله شباب، وهاي الحج أديب خصاونة. يعني اتفقنا بالأمس أخي لأننا نادرا ما نلتقي، فهي جلسة هادئة. وانظروا ما أجمل هذا المنظر وهذا المطعم الشعبي. نحن في منتصف الشارع، هذه الطاولة والكراسي وهاي الناس كلهم بيجوا أهل إربد هون. وهاي ياسين الفوال، هذا هو ياسين الفوال. أكل صحي يا جماعة، أكل صحي، الحمص والفول. وأنا راح أعمل لكم حلقة أخرى أحكي لكم عن فوائد الحمص والفول. إلى اللقاء.